لو عندك بوتاجاز بقاله سنين ما بنضفش لظرف ما، سافرتي او حاجه وسبتي مثلا حد بيستعمله ما بيغسلهوش او اي حاجه عنده دهون السنين بالمنظر ده ما اتغسلش، تعالوا مع بعض نعمل تركيبه عشان نخليه زي الفل. شوفوا الدهون يا جماعه، بعون الله نخليه زي الفل. حروق السنين مش سنه او يعني سنين ما تنضفش الاستعمال. شايفين يا جماعه الزيوت ازاي؟ شايفين دي حروق. بصوا هنخليها بتركيبه انا عاملاها تبقى زي الفل. اول حاجه نحط حله فيها ميه عاديه وهنولع عليها بالمنظر ده، وهتحطي تسيبيها بقى طبعا تغلي، ونحط بقى ايه تركيبه الصابون اللي انا عاملاه ده. ما يغركمش الشكل يا جماعه، بس شوفوا النتيجه. هنقلبه ونسيبه يغلي. طبعا نزود الكميه عشان الحاجه يعني لا تطاق، المفروض هو عايز الرمل. ممكن تسيبيه يغلي بس انا هحط دلوقتي. بصوا هتشوف الحاجات دي. تابعيني لاخر الفيديو لان الفيديو ده يعني مش هتشوفي زيه ان شاء الله. هتلمي بقى كل العيون وتحطيها تغلي. أو اول حاجه نعملها سيبها تغلي ونشتغل على البوتاجاز نفسه. طبعا هنيجي هنا هنشيل بس الزبالة اللي عليه، حتى يعني مش منضف خالص. هنشيل الزبالة اللي عليه، او ممكن نحط عليه المكون عادي وبعدين نشيلهم على بعض. هنسيبه شوية ونرجع نشوف ايه اللي هيحصل. بصوا بمجرد ما شفنا، بصوا يعني انا هاخد قطعة بس من دي اهي، احطها كده بالمنظر ده بسبونش عادية. لو سبتها شوية بسبونش عادية هتتشال. من قبل ما نسيب ولا حاجة. بصوا يا جماعة، شفت قوة المعجون من قبل ما اسيبه. انا دلوقتي بس ايه هوزع الصابون او التركيبة اللي انا عاملاها، هوزعها كده بالمنظر ده واسيبها. شايفين يا جماعة؟ هنسيبها شوية بعدين نشيلها ونحط عليها مية سخنة ونحط معجون تاني. طبعا بعد ما حطينا المية هي الدهون دابت لوحدها من غير لسه هنحط ميه. هنشيل المية دي ونحط مية سخنة. توريكم قوة الحاجة. بصوا ما شاء الله دوت كل الحاجات السواد اللي هنا. همسح ده كله المية دي كلها، وابتدي بقى ايه هنحط برضو التركيبة اللي انا حطاها اللي انا عاملاها، وبعدين ايه نرجع تاني. بس طبعا انا يا جماعه لسه حاطه العيون بتاع البوتاجاز في النار، وبعدين شغلي بقى معاكي مع التركيبه تساعدك. شغلي الشوايه لو عندك شوايه شغليها شويه، وشغلي الفرن معاكي، واستغلي ده لو عندك عيش محمص حاجه حمصيها استغليه. انا شغلت. شايفين هنا في بخار طالع. بصوا يعني الست البيت الشاطره عندها دهون وهي مشغله الفرن ممكن تاهي. بصوا هي لوحدها بتسيح مع التركيبه يا جماعه. شوفوا وكده غلط ان هي تسد كده غلط. شوفوا يعني لو عندك شوايه تشغليها اثناء ما انت بتنضفي شويه عشان بس غلط. شغليها شويه عشان بتعمل كتمه للفرن، وتشغلي الفرن كمان هيسخنوا شويه وتقفليهم. لو عندك حاجه تسخنيه او تحمصي عيش هتحطيه برده لغايه ما يدهن زي ما كده يطلع دخان. هنجيب بقى ايه سبونج السلكه معانا نحطها في التركيبه اللي معانا ونبتدي بقى نعمل. بصوا انا حطيت ونزل
يعني شفتوا كل الدهون ساحت اغلبيتها. بس طبعا مع الدهون دي المنتج بيقطع، بس هو الصراحه بيشيل معايا. شوفوا مع السخونيه، شوفوا السلكه اهو هي سخنه كده. بس يا ريت يكون انت عندك شوايه، لو ما عندكيش شوايه شغلي الفرن بقى من بدري، هتلاقي الحته دي سخنت معاكي. شايفين بمنتهى البساطه، شايفين انت حطيتي عليها التركيبه تشغلي الايه الشوايه. شوف هرت السلك كده هينزل دلوقتي ان شاء الله. شايفين شوفوا كان شكله ايه دلوقتي بقى ايه. نبتدي بقى ايه الاول الحاجات السهله ان هي نطلعها، وبعدين بقى الحاجات الصعبه. انا هلمع النص ده وبعدين اوريكم النص ده، عشان مش هقدر اعمله اللي جوه ده، مش هقدر اعمله دلوقتي عشان هو فوقيه الحله اللي عليها العيون. شوفوا كميه الدهون يا جماعه، اهم حاجه تشغلي الفرن. شوفوا لو عندك بقى كمان ميه سخنه من الكتل، بس انا كتل باي، انا هستخدم الميه اللي بغلي بقى فيها العيون. التركيبه دي يا جماعه ممتازه لازاله اي حاجه. تقولي ما بترغيش مع البقعه الصعبه، هي بتاكل فيها. بصوا بتسيحها، شايفين المنظر؟ قربي كده، شايفين المنظر؟ كل دي دهون. طبعا ما حدش يقول ايه ده اللي وصلها دي، انتوا ما بتعرفوش ظروف الناس لما بتتساب يعني، وحد بيسيء استعمالها بيحصل لها اكتر من كده. بصوا دي بقى اغيرها وارجع تاني، بس انا هسيبها دلوقتي برضو هكمل بيها لانها فضلت تطلع معايا حاجات برضو دهون. طبعا انا عشان ما اتجرحش، لو عندك اللي هي بتاعت السكينه اللي هي بتاعت البنه دي، هي تبقى سهله معاكي. غير شوفوا كميه الدهون عشان ايدك بس ما تتعورش. شايفين يا جماعه؟ حاولي نحطها في طبق. ده غلط ان هي بتسد التنفيذ بتاع الشوايه. ممكن احط عليها ماده ثانيه واسيبها كده. عمرها ما تيجي وهي ناشفه وتطلع معايا. شايفين؟ هنضفها بقى مع نفسي واوريكم كميه الدهون اللي طلعت عشان مطولش الفيديو. طبعا كل ما احط له الميه سخنه مع التركيبه دي ينزل ميه سودا. هي دي حاجه حلوه، بس هو فعلا مبتسم جامد. حتى الرخامه اللي جنبه برده هننضفها ان شاء الله. هنحاول برده نحط ميه سخنه، حاطه دي بس عشان لو احتجتها. شكلها حاطه العين دي، بنحاول. شوفوا يا جماعه كل ما احط يعني انت تبقى بالليل، لو عملتي الحاجه دي بالليل ما ينفعش بقى تحطي ميه سخنه الا لما تسمي تقولي بسم الله الله اكبر 3 مرات، برضه مش عشان نعمل حاجه نأذي نفسنا. انا هسيبهم بقى مع التركيبه وميه مغليه برضه، واسيبهم كده فتره من الوقت، ساعه ولا حاجه، خليها تاكل مع بعض. بسم الله. دي عشان ما تدلقش برضه. بسم الله الله اكبر. مرر عليها دي واسيبها شويه، يعني انا كل ما امسح وانشف الاقي ميه سودة غير الحاجات اللي بتطلع منها. يعني بصوا كل ما اطلع منها حاجات زي دي. الله المستعان. هنسيبها شويه ونرجع تاني برضه، ساعه ولا حاجه.